حكاية والموضوع بدأ معايا تنظيفات بسيطة. لقيت التراب زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده، بدأت أطلع بقى الأدوات السحرية بتاعتي. فوطة التراب بتاعت إيكو واي اللي ما بقدرش استغنى عنها، سواء تراب بقى الخشب سواء التراب اللي بيبقى موجود على المفروشات بالوبر، بتشيله وبتخليه بيلمع. طبعا مش هننسى نتكلم عن فوطة الإزاز الخطيرة. نيجي بقى لنجمة النهاردة. دخلت على مطبخ ماما قبل عيد الأم كده، حبيت أفرحها، وأظن واضح الفوطة الدبل التايجر بتاعت إيكو واي اللي بستخدم معاها الصابونة الطبيعية بتاعت إيكو واي برضو، بتطلع الدهون اللي بقالها سنين ازاي على الشفاط على ضلف المطبخ. تابعوا الستوريز هنزل لكم كل التفاصيل، بجد سحرية. انتوا كمان مش هتصدقوا ان كل الدهون دي طلعت من الفوطة والفوطة رجعت جديدة تاني. انا مسكت المطبخ كله لماما، رجعته جديد كأنه لسه متركب حالا، والشفاط ده رجع زي الفل. تابعوا الستوريز بقى، هثبت لكم كل الستوريز في الهايلايتس. وتعالوا اقول لكم بنغسل الفوط ازاي. عايزه اقول لكم بترجع جديده. صلاحيه الفوط دي بتفضل عندكم اكتر من سنتين، وبجد حلال فيها كل قرش هتدفعوه. وهي مش بس للدهون، لا كمان لبقع المفروشات. واضح رجعت جديده ازاي. وزي ما انا فرحت ماما، لازم انتوا